بعد إحرازه بطولة الدوري البحريني لكرة اليد قبل أسبوعين، عاد الأهلي من جديد إلى منصات التتويج بإحرازه كأس الاتحاد بفوزه الكبير على النجمة في كلاسيكو كرة اليد البحرينية مساء الاثنين بصالة أم الحصم. وجاء الشوط الأول من اللقاء متكافئا بين الفريقين في الدقائق العشر الأولى، قبل أن يعيد حامل اللقب الأهلي تنظيم صفوفه لينهي الشوط لصالحه ب13 هدفا مقابل 10. أنا ما توقعت اليوم تنتهي فرق اللي هو 6 أو 7، يعني دائما مباراة النجمة تنتهي فرق جول، ما تدري من هو اللي بيفوز. الحمد لله يعني من نهاية الشوط الأول قدرنا نحافظ على 3 أهداف. وصينا اللاعبين أن تبتدي الشوط الثاني ما يسجلون علينا حتى لو احنا قاصرين، فالحمد لله دافعنا ودفاع باس بريك قدرنا نفوز مباراة. في الشوط الثاني واصل الأهلي توسيع الفارق بفضل دفاعه القوي وهجماته المرتدة السريعة التي ساهمت في إرباك لاعبي النجمة واستسلامهم لخصمهم الذي بدأ واضحا إنه في طريقه لإنهاء اللقاء لصالحه بفضل التألق الكبير الذي ميزه في أمسية الختام التي انتهت كما توقعها الجميع بفوز كبير للأهلي ب26 هدفا مقابل 20، متوجا جهود لاعبيه بلقب كأس الاتحاد. مبارك حق ربعنا في الأهلي. والله هو يمكن يكون الفارق كبير، بس تعرف ان فريق النجمة اول السنة يعني تو مجمع لاعبين صغار، نقص خبرة. فريق الأهلي متعود على البطولات مثل ما تعرف، من 2005 فريق الأهلي يلعب فاينل، النجمة من 2005 ما يلعب فاينل، لاعبين صغار، قلة الخبرة ما اسعفتنا في المباراة. بعد فوزه في المباراة النهائية على النجمة، الأهلي يضرب عصفورين بحجر واحد، فيتأهل إلى بطولة الخليجية لأبطال الكؤوس ويحافظ على لقبه بطلا لكأس الاتحاد البحريني لكرة اليد. محمد عبده، الجزيرة الرياضية، البحرين.